إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، قال ربنا سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فالله يدعو عباده، دعاهم بكتابه، وجميع كتب الله دعوة للعباد، ودعاهم برسله، جميع رسل الله دعوة للعباد. أمر الله أنبياءه بذلك، قال لنبيه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. قال: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. هكذا أمر الله نبيه أن يقول: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو، إليه أدعو. فهذه سنة الله في خلقه، أنه خلقهم وأبان لهم ما يتقون ودعاهم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين دعاه قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فالناس فريقان: مجيب داعي الله مهتدي، ومعرض عن داعي لا مرتدي. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا شياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إن دعوة الله ليست واجبة على واحد بعينه، على كل مسلم أن يدعو إلى الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك.
قل ربي الله ثم استقم، أي اعلن ذلك وادعو إليه. أمر الله سبحانه وتعالى بهذا، هذا هو صراطه، طريقه الواسع المستقيم، هذا هو صراطه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا أمر الله عز وجل لنبيه أن يبين للأمة ذلك، أن هذا سبيله الدعوة إلى الله على بصيرة، وهكذا سائر من اتبعه سبيله الدعوة إلى الله على ذلك الطريق، على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. التوحيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى، هذا والله لا أفضل منه، أن تدعو أيها المسلم إلى دعوة ربك، وتدعو إلى ربك، وتدعو وتسير مع المرسلين فيما ساروا فيه ودعوا. هكذا بعثهم الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثهم دعاء. هذه لا شك هي دعوة الله ومراد الله من عباده. خلق الله العباد لذلك، وبين لهم ما يتقون، تركهم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الدعوة الإلهية، هذه الدعوة النبوية، هذه الدعوة الإيمانية. هناك دعوة تضادها وتصد عنها، تصد عن دين الله ومراد الله وهدي الله وأنبياء الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه الشرعي والعلم النافع والعمل الصالح. هذه وظيفتها. الشيطان وجنوده الصد عن سبيل الله والتنفير عن ذلك، وهذا ذروته أهل الكفر والنفاق ومن فتن بفتنتهم، هو الصد عن مراد الله ودعوته دعوة الحق. ولهذا قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. انظر الآن أهل الكتاب اليهود والنصارى، الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، علم أنهم يصدون عن سبيل الله، وما مرادهم من هذا الصد؟ ما يبغونها عدلة مستقيمة عوجا، وهم شهداء على أن الإسلام حق وأن محمدا حق، وقد قرأوه في كتبهم، ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فالصد عن سبيل الله تشبه بأهل الكتاب، صد عن الخير وعن العلم وعن السنة، عن هذا الإسلام. سنة كفرية حتى إنهم كانوا يتواصون بذلك. كل رسول يبعث إلا وتجد من يتواصى مع من المشركين على الصد عنه. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني كأن بعضهم يوصي بعض، كأن هذا يوصي هذا الجيل يوصي الجيل الآخر بالتعامل مع أنبيائهم مع نبيهم.
أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. بلوى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ذروة الصادين عن هذا الدين الكفرة والمشركين والمنافقين، ويغتر بهم أناس جهلة ويصدون عن دين الله. والله جل وعلا يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. انظر الآن طريقة المنافقين مع الصادقين، هذا ما هو جديد. هذا إذا رأيت أهل النفاق لهم نعي ونهي عن الحق وأهله، هذا ما هو جديد، هذا قديم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده ومن قبله من الصادقين. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. استمر في الدعوة ولا يضرونك ذلك. إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لكن انظر إلى التعامل الكفري والتعامل الشركي والتعامل النفاقي مع دعوة الحق وأهلها، مع اعترافهم جميعا من أهل الكتاب، من المشركين، من المنافقين، أنهم ضد الحق، ليسوا ضد الباطل، ضد الحق، ولكنها بلوى عليهم وفتنة. ومن كان هذا حاله والله ما عنده إلا السوء، وسيذوق السوء بصده عن سبيل الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. إذا كان الأيمان تتخذونها دخلا ومخادعة وهكذا خداع للناس وصد عن الحق، تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. اتق الله يا أيها العبد، لا تصد عن سبيل الله. الله جل وعلا ربك خالقك، خلقك لعبادته، كيف تصد عن سبيل أنت مخلوق للسلوك فيه؟ أنت مخلوق له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تصد عنه؟ هذا فقدان العقول بعينه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. على مستوى أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن يصدون عنه بالهذرمة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أي اعملوا تصدية ومكاء وتصفيق وصفير ومهزلة وكلام فارغ. ما المقصود من ذلك؟ حتى لا تسمعوا لهذا، من أجل أن تكون لكم الغلبة وأنكم لا تسمعوا له فتتأثروا أو يتأثر من حولكم. صد عن سبيل الله بلسان الحال والمقال حتى بالمال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة والله، حسرة يوم القيامة يعاقبون عليها وأنفقوها في غير موضعها ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
كم هيئوا في هذه الأزمنة من وسائل وأسباب وسبل صرف الناس وصد الناس عن الاستقامة، عن الحق، عن العلم، عن الهدى، عن الفقه، إلى مستوى أنهم يرغبون أن يكون لاعبا كابتنا، لاعبا لعاب، ولا يكون متدينا كما يسمونه. لا إله إلا الله. ما هذه الوحشة، ما هذه الجناية والجرم أن يصرف المسلمون إلى الألعاب وإلى الفتن وإلى الأغاني وإلى وتهيأ لهم أموال بشتى أنواع، أموال طائلة وسبل واسعة. صرفوا. ابعده لا يكون في المسجد، ابعده لا يكون في العلم والحلقة، ابعده لا يكون مع القرآن، ابعده لا يكون مع السنة. صرفوه. خطط والله كفرية، خطط شركية، خطط نفاقية، وما الله بغافل عما يعملون. أموال ينفقها الكفار لهذا المعنى ويغتر به المسلمون هداهم الله. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. والشاهد من ذلك هذا مراد الشيطان، هذا مقصوده، هذا هدفه، أن يصد الناس عن ذكر الله، عن القرآن، عن السنة، عن العلم، عن الهدى، بأي وسيلة كان، حتى بالخمر والقمار ميسر ينشغلون. ربما إذا شرب الإنسان الخمر ثمل وانشغل، إن صلى ما يدري ما يقول، وإن مدت الصلاة وهو في سكره ما صلى ولا ذكر الله، ولا في حال سكره يذكر الله. فالشيطان يريد أن يصده عن ذكر الله ويقسو قلبه ويبعد عن ذكر الله، وربما صار من الأشقياء بسبب ذلك المجاهرة بالمعصية. وثبت عن ابن عباس فيما يتعلق بأنه يوقع بينهم العداوة والبغضاء، ثبت عن ابن عباس أنها نزلت في حي من الأنصار، اجتمعوا على شرب لهم، ولما سكروا جعل كل واحد منهم يعبث بالآخر، هذا يخدش أنفه، هذا يخدش وجهه، هذا يضربه، هذا يشتغل في رأسه. فلما صحوا من سكرهم كان أحدهم ينظر إلى نفسه ويقول: ما فعل بي إلا أخي، لو كان رؤوفا رحيما بما فعل بي ذلك. فصارت في قلوبهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعد أن كانوا أحبة. فقال الله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، أي بسببه. وسعد بن أبي وقاص يقول كما في الصحيح قال: مررت بقوم من المهاجرين والأنصار وعندهم زق من خمر وعندهم رأس جزور مشوي، فقالوا: تعال نطعمك ونشربه ونسقيك. قال: فأتيت فطعمت معهم وشربت. قال: فذكروا المهاجرين والأنصار، فقلت: المهاجرين خير. قال: فأخذ أحدهم لحيا من لحي الجمل فضربني حتى فزر أنفي، سكران، فضربني حتى فزر أنفي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وها أنتم ترون عباد الله كيف يصد الناس ويتعادى الناس ويتشاتمون ربما، ويوالي بعضهم بعضا لغير موطن الولاء، ويعادي بعضهم بعضا لغير موطن العداء، وتثار العصبيات والحميات وغير ذلك على لعبة، هذا فاز بكذا ولا هذا فاز بكذا، وهي لعبة. والمقصود
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذا هو المقصود، سواء في الخمر أو في الميسر أو في غيرها من الألعاب، لأن الميسر لعب قمار. فهل أنتم منتهون؟ إن أمر الفتنة أمر الصد عن سبيل الله وسائل كثيرة وسبل خطيرة، سد عن دعوة الله، صد عن دعوة الله وعن العلم، سبل خطيرة متوسعة من حين إلى آخر، وهي تتفاقم وتدرس وتنشر. فيا معشر من يهمه أمر دين الله، افهم ذلك على أن هذا أمر مقصود من الكافرين والمنافقين والمشركين ومن الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض والكافرين من عذاب شديد. الذين يصدون عن سبيل الله، هذه صفتهم. أنت تقرأ كتاب الله، القوم يصدون عن سبيل الله جهارا نهارا وضوحا بينا جليا، ويبغونها عوجا. والله لو يذهب الإنسان إلى أفجر الفجور ما انتقدوه، بل يكرمونه ويعطونه ويمكنونه. لو أراد أن يجعل نفسه كلبا ويلهث مثل الكلب ويمشي مثل الكلب، يقول خلوا له حريته، يكون كلب يكون كلب، أو يتغير من رجل إلى صفة امرأة، خلوا حريته، لا هذا شأنه ويشجع على ذلك. لكن أمر الدين إذا ذلك لا، هذا ما يريدون، لا يقبلون، يبغونها لأنهم يبغونها عوجا لأي سبيل، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هذه طريقهم، أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، قوم مفسدون، هكذا شأنهم. وقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. انظروا تفكروا، الله جعل لكم عقولا تتفكرون في عواقب المفسدين الذين يقعدون بطرق الناس يصدون عن سبيل الله بالمواعيد، إما ترغيبا أو ترهيبا، إما على سبيل الترهيب وماذا وتسليط الأعداء والمكنة حتى انتبه لو كنت على هذا الاستقامة سيكون لك سيحصل لك وإما على سبيل الترغيب بالدنيا والأماني حتى يصرف صاحب الخير. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. هكذا شعيب يتألم من طريقة المشركين الكافرين أنهم يريدونها عوجا ولا يريدونها أن تكون عديلة مستقيمة في الأخلاق في المعاملة في سائر شؤون ما أراده الله من عبده ضد هذا مراد الله سبحانه وتعالى الدعوة إليه وهو يدعو إليه، وهذا مراد من يصد عن سبيل الله ويعترض مراد الله سبحانه ويشاق رب العالمين في حكمه. وربنا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي كفانا وآوانا، الحمد لله
الذي يحفظ دينه ويمكن لأوليائه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه غيور وأنا غيور والله أغير. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. هذا دينه، هذا دينه الذي دعا إليه وخلقنا من أجله، وخلق الكون من أجله. الكون هذا ما خلق باطلا، الذي ينعمون به والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ما خلق باطلا، خلق بالحق. أما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. هذا خلق بالحق. فهذا الكون خلقه الله عز وجل لحكمة ومراد أبانه في كتابه في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسخر لهم هذا الكون من أجل أن يعبدوه. ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا يشغلك ولا يصدك المنافقون أو الكافرون عن مراد الله منك وما خلقت من أجله أيها العبد. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هكذا شأنهم. الأيمان الذي يبذلونه يتخذون أيمانهم دخلا بينهم لتزل الأقدام عن السبيل، صدوا عن سبيل الله. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هذا شأنهم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. برز الآن شأن المنافقين في هذا الموقف العصيب. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. حتى رب العالمين خالقهم ما وعدهم إلا أنه يغرر بهم. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يصدون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رفقته وعن البقاء معه. والله قد قال في سبيله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو إلا كتب لهم بعمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فحرام أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه كبيرة. ومع ذلك هكذا فارجعوا. طيب واستعملوا الحيلة لما نصحهم بعضهم بهذا الرجوع ويستأذن فريق منهم يقولون بيوتنا عورة، بيوتنا بعيدة وبيوتنا فيها عورات فيها نساء نرجع إلى نسائنا عوراتنا نخشى عليهم. قال الله وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ألو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. أي فتنة تأتيهم ما تجدهم إلا باذلين أنفسهم لها. وهكذا أوصافهم وأوصاف الكافرين صد عن هذا الدين. ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه ومعلي كلمته هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأنت يا أيها المسلم احذر أن تصد عن هذا الدين من قرب أو بعد ببعض الذي تفعله أنت
بل أنت تشرح الإسلام وتدعو إليه ولا تنفر عنه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ اليمن قال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تؤسرا وتطاوعا ولا تختلفا. ولما جاء رجل يشكو معاذ رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال في الصلاة وأنه يكاد يترك الصلاة يعني في جماعة من أجله، قال إن منكم منفرين. ثم قال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ؟ صل بهم بسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. وقال عليه الصلاة والسلام من أما الناس فليخفف. وعاتب معاذا لأنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب يصلي بقومه ويطيل بهم، وأمره أن يخفف حتى لا يفتن الناس وينفر عن دين الله ولو كان عن طريق العبادة والطاعة. إذا كان الكفار يصدون جهارا نهارا فإن الصد قد يكون ببعض الاجتهادات الخاطئة، قد ينفر الناس. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين ولأنفقت كنزها في سبيل الله. والشاهد من ذلك أنه لو فعل ذلك ربما لتعظيمهم للكعبة يأخذون في أنفسهم وبعضهم يبغض الدين. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة العظيمة تفاديا لما قد يحصل من ضيق صدور بعضهم في ذلك بما لا يفهمونه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بال ذلك الأعرابي في المسجد قالوا مه وأرادوا أن يقعوا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين. فلما بال في المسجد وتركه النبي صلى الله عليه وسلم وصبوا على بوله وزالت النجاسة، ذلك الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. قال لقد تحجرت واسعا. أترون أضل هو أم بعيره في بعض الألفاظ، يعني تحجر واسعا بسبب جهله. والشاهد أنه تأثر من التعامل النبوي بالرفق وعدم التنفير لما حصل. والرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أذن لي في الزنا، إذن لي بالزنا، يريد أن يأخذ فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم معذون لك، إذن في كذا وكذا أنت شاب. فقالوا مه أي تعجبوا من هذا السؤال وفي أوساط الناس وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أدنه. فلما دنا قال تحبه لأمك؟ قال لا يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال تحبه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله فداك أبي وأمي. وهكذا لأختك وهكذا لعمتك، ويذكر له محارمه. يعني هل هذا الموقف لو كان عندك أنت ترضاه؟ يقول لا. فذكره بهذا ثم قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. كان ذلك الشاب بعد ذلك لا ينظر إلى سوء، كان من أطهر الشباب قلبا بعد ذلك. هذا كله مما يدل على أن الإنسان إذا عمل عملا يراعي فيه أن لا يصد عن سبيل الله وهو لا يشعر ولا ينفر عن هذا الدين. ولما قال ذلك ذو الخويصرة اعدل يا محمد، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأعطى بعض الناس يتألفهم على دين الله ووكل بعض الناس إلى أيمانهم، قال ذو الخويصرة ما أراك عدلت سائر اليوم. قال اعدل يا محمد والله إن هذه قسمة ما عدل فيها ولا أريد فيها وجه الله. أعوذ بالله، هذا نفاق، هذه تهمة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل، عدم الإخلاص، هذا زهو بالنفس وتفضيل لنفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفر لا يصدر إلا من منافق. إلى غير ذلك من محتملات من مقاصد هذه الكلمة ومضموناتها. هنالك قال اثنان من الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد، كلاهما ثبت عنه هذا دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. هذا المنافق فعلا منافق يقينا، فإن هذا ما يصدر من هذا إلا من أمثال هذا الجشع على الدنيا، ما يصدر من صحابي جليل. دعني أضرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني معناه أنه يقرهم أنه منافق، ما قال لا ما هو منافق. ومعناه أيضا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث،
لماذا ما قتل هذا المنافق وهذا الجريء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعن في الجناب النبوي؟ لماذا ما تركهم يقتلونه؟ لأن الناس سيقولون انظروا محمد قتل أصحابه، هذا ذو الخويصرة معه ومعه في الغزو ومعه في كذا قتله، أي واحد منكم يسلم يروح مع محمد سيقتله. ينفرون عن الحق، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم الصبر وقدمه في ذلك الشأن حتى لا ينفر الناس، مع أنه منافق ذو الخويصرة منافق. الشاهد من ذلك احذر أيها المسلم أن يحصل من فعلك ما يسبب نفرة للمسلمين، ما يسبب نفرة حتى للكافرين. فإن بعضهم حصل أنه أراد الإسلام في بعض الدول أن يسلم، فجاء إلى بعض الناس يريد أن يسلم، قال لا كنت تسلم على مذهب كذا، مذهب أبي حنيفة، فسكت. ذهب إلى مسجد آخر قال له تريد تسلم؟ قال لا، ذهب اسلم على مذهب مالك، والآخر على مذهب، قال إذن على أي إسلام مذهب، أنا ما سأسلم. ونفروه عن الإسلام، نفروه عن الإسلام، كل يبطشه إلى مذهبه وإلى أن يعصبه معه. العصبية هذا منفرة عن دين الله، منفرة عن دين الله. سبب ذلك فألف بعض أهل العلم رحمهم الله في ذلك رسالة على أنه إلى كتاب الله، يدعى إلى كتاب الله وإلى الإسلام، إلى أن يقول لا إله إلا الله. ربما مات على كفره قبل أن يدل على الإسلام وعلى الهداية، وكل يريد يبطشه أن يعصبه معه. نسأل الله عز وجل يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. الحمد لله رب العالمين.